يعني ايه علاقة مؤذية؟ طيب العلاقة المؤذية دي هي عبارة عن مجموعة من السلوكيات المؤذية اللي بتحصل بشكل نمطي لتلبية احتياج شخص على حساب الطرف الآخر. ودي اللي احنا بنسميها العلاقة المؤذية أو العلاقة الاستغلالية. إن أنا بلبي احتياجات شخص، الشخص ده بيمارس عليا سلوكيات مؤذية بس بشكل نمطي. لأن لو ما فيش نمط في الموضوع، نمطي ده يعني شيء ثابت ومستمر، يعني بيحصل بالتكرار متكرر طول الوقت. فلو هو مش متكرر ما تبقاش علاقة مؤذية. طيب ايه هي علامات العلاقة المؤذية؟ طيب بص، العلامات بتاعت العلاقة المؤذية كتير، فممكن نذكر الحاجات اللي بتكون بارزة قوي فيها. أول علامة بتكون بارزة في أي علاقة مؤذية العلاقة اللي بيكون فيها اون واوف كتير قوي. اللي احنا عمالين نسيب بعض ونرجع لبعض كتير كتير بشكل مستمر وبشكل نمطي. زي ما قلنا عن التعريف بتاع العلاقة المؤذية ان لازم يكون بيحصل بشكل نمطي. فلو بيحصل اون واوف كتير في العلاقة تعرف ان انت دي علامة من علامات العلاقة المؤذية. تاني علامة من علامات العلاقة المؤذية فكرة ان يكون فيها استغلال. يعني ايه استغلال؟ يعني انا بلبي احتياجات لشخص، الشخص ده هو كمان مش بيلبي لي احتياجاتي. فانا بقيت قاعد في العلاقة دي علشان ابسط الشخص ده، عشان اروق مزاج الشخص ده. دي برضو علامة من علامات العلاقة المؤذية، ان تلبية الاحتياجات مش متبادلة. واحدة من علامات العلاقات المؤذية برضو فكرة استمرارية العلاقة مع ان احتياجاتي مش بتلبى. يعني الشخص اللي قدامي عايز العلاقة تستمر وهو مش بيلبي لي احتياجاتي، بس هو عايز العلاقة تستمر. دي واحدة برضو من علامات العلاقة المؤذية. العلاقة المؤذية اللي فيها او واحدة من علاماتها برضو فكرة الانتقاد الزايد في العلاقة. ان انا طول الوقت شخص منتقد، شخص بيطلع لي الحاجات الوحشة، شخص بيتعمل لي سبوت لايت على اي حاجة غلط بعملها. خامس علامة من علامات العلاقات المؤذية فكرة الاسقاط. ان انا طول الوقت انا اللي غلطان، طول الوقت انا اللي بعمل مشاكل، طول الوقت انا اللي بفتري على الطرف التاني، طول الوقت انا اللي كلت الجبنة. ففكرة انت اللي كلت الجبنة دي على طول وبشكل نمطي في العلاقة. ان طول الوقت الشخص اللي قدامك بيطلعك غلطان، طول الوقت بيطلعك شخص سيء، شخص وحش جدا. واحدة برضو من العلامات الكبيرة جدا اللي احنا بنشوفها حاجة حلوة، وان انت تكون بتضحي بشكل كبير جدا في العلاقة. ان انت تكون الطرف، عارف انت الطرف بتاع I can fix him. الشخص المؤذي هدفه في العلاقة او واحدة من استراتيجياته او ألعابه انه يحولك او يحملك مسؤولية تغييره. غيرني بالله عليك، والله هتغير بس اصبر عليا، انت ان شاء الله هتغيرني، ان شاء الله مع الوقت هتلاقيني بتغير. فانت تشيل مسؤولية او تتحمل مسؤولية تغيير الشخص المؤذي ده. دي واحدة من اكبر علامات العلاقة المؤذية اللي احنا اصلا بنشوفها. انا واحد مضحي بس بتيجي في الاخر بتفضل تدي وتدي 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 وتضحي، وفي الاخر بتلاقي يافطة كده كبيرة مكتوب عليها ايه؟ انا ما طلبتش منك تعمل ده. طيب ازاي الشخص المؤذي بيصطاد الصيدة بتاعته؟ طيب الشخص المؤذي صياد زي ما انت قلت، فعشان يصطاد الصيدة بتاعته بيبقى ليه 4 استراتيجيات. ال4 استراتيجيات دول بيستخدمهم في اي علاقة، بس هدفه الاساسي ان الحب يبقى سريع. يعني ندخل في علاقة سريعا سريعا، نحس بمشاعر سريعا سريعا، نحب سريعا سريعا. دي اهم هدف عند الشخص المؤذي. عشان كده بيستخدم الاستراتيجيات ال4 دول. اول استراتيجية بسميها استراتيجية الاستعطاف، اللي هو انا اتخنت قبل كده، انا ما بقتش بثق في حد، انا ما بقتش بشوف حد ينفع يبقى معايا في علاقة. الكلام ده كله انت بشكل لا واعي بتحس ان انت عايز تتحمل مسؤولية فكرة لا انا هخليك تثق في الناس، وهو ده اللي هو عايزك توصل له. عايزك تتحمل فكرة ان انت تقول له لا لسه في ناس كويسة، فيبتدي يستعطفك من الحته دي. انا اتخنت قبل كده، انا شفت حياه صعبه، انا عديت بمراحل صعبه قوي، انا الدنيا كانت بايظه معايا، انا اهلي كانوا مش عارف بيعملوا فيا ايه، عشان يبقى انت عندك العقليه بتاعت اي كان فيكس هيم. انا اقدر اصلحه، انا اقدر اوري له ان الدنيا حلوه، انا اقدر اوري له ان في ناس كويسين. دي استراتيجيه من الاستراتيجيات اللي بيستخدمها الشخص المؤذي. تاني استراتيجيه انا بسميها الحب الالهي، اللي هو الحب من اول نظره. عشان هو عايز حب سريع، بيوهمك ان في حاجه اسمها حب من اول نظره، فيبتدي يقول لك
والله انا وانت مش عارف ايه الاحساس اللي انا حسيته اول ما شفتك. انا وانتي ربنا سبحانه وتعالى جمعنا كده ببعض في وقت معين مش عارف ازاي، فيحسسك ان العلاقه دي الهيه، العلاقه دي مفيش شبهها في الدنيا، وان ربنا مبارك العلاقه دي، وان ربنا هو اللي حاطط ايده على العلاقه دي، وان ربنا هو اللي مجمعنا، واحنا ملناش اي يد او سلطان في العلاقه دي. فمهما كان الاذى بتاع العلاقه دي، انت في عقلك خلاص اتكون فكره ان دي علاقه الهيه. عشان كده بتيجي في الاخر معظم الناس اللي بتتعرض للعلاقات المؤذيه بيجي في الاخر يقول لك هو ليه ربنا حطه في طريقي؟ ويبتدي يغضب من ربنا، ما يغضبش من اختياره. مش ده اختيارك، لا مش اختياري، ده اختيار ربنا. فطول ما هو شايف ان ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هو ليه ربنا سبحانه وتعالى حطه في طريقي؟ لما ربنا عارف ان هو مؤذي وان هو هيأذيني وانا ما اقدرش استحمل كل ده، ليه ربنا حطه في طريقي؟ ودي بتبقى طبعا كارثه في تفكير الشخص في فكره انه يتعافى من العلاقه المؤذيه. تالت استراتيجيه بيستخدمها هي حلاوه البدايات. حلاوه البدايات دي قصه، اللي هو ما تيجي نتجنن بقى، ايه رايك تعالي نروح اسكندريه نتغدى ونرجع، تعالي نخرج في الشتاء الساعه 2 بالليل، تعالي نخرج الساعه 6 الصبح ننزل البحر، تعالي نعمل اي حاجه مجنونه انت ما بتعملهاش، تعالي نطلع جبل، تعالي نركب طياره، تعالي نسافر، تعالي نطلع رحله مع بعض. كل الحاجات دي هو بيحسسك او عايز يدخلك في فكره الحب السريع، وان البدايات دي جميله، وان انت مع الشخص المثالي، علشان بس ما تبصش على العيوب، ما تبصش على الحاجات اللي مش كويسه. لان هو في دماغه الشخص المؤذي في دماغه فكره ان انا لو طولت في العلاقه من غير المشاعر اللي بتحصل في الاول دي اللي هي السريعه، انا هتكشف. فعشان ما اتكشفش لازم اعلق الشخص اللي قدامي بسرعه. ففكره حلاوه البدايات دي هو شاطر جدا فيها، ان انا اطيرك واحسسك ان انت احسن حد في الدنيا، ونطير ونتجنن ونجري في الشارع ونلعب ونعمل حاجات مختلفه كتير جدا، عشان بس ما تشوفيش فكره، لان ده بيعمل حته انبهار كده. والانبهار كنا قلنا في فيديو قبل كده، الانبهار بيعمي. فانت معمي، ومش معمي بس، انت كمان بتترجم الحاجات اللي هو بيعملها حتى لو سلبيه قدامك مع الهرمونز اللي مخك بيفرزها والحاله بتاعه السعاده اللي انت فيها، انت بتترجم الحاجات دي لحاجات كويسه. يعني لو شتمك تعتبرها غير عليها، بس بعد كده لما يشتمها تقول له انت واللي مش عارف ايه. فدي الفكره. فبيخليك مخك بيخليك تترجم الحاجات الكويسه لحاجات مش كويسه. رابع استراتيجيه بقى، ودي بيستخدموها كتير جدا، الشخص المؤذي بيستخدمها كتير جدا مع الناس اللي لسه خارجه من العلاقه او اللي داخله في علاقه. استراتيجيه الالحاح، ان انا افضل اتحايل عليكي ان احنا ندخل علاقه. طب جربيني، والله ما هتندمي. طب مش هتخسري حاجه لما تجربي. جربي وشوفي هتحسي بايه. انا بحبك، انا ما اقدرش استغنى عنك، انا اتعودت عليكي، انا اتعلقت بيكي. ويبتدي يحملك مسؤوليه او يحملها مسؤوليه فكره ايه؟ ان انت علقتيني بيكي. ليه حطيتيني في حياتك لما انت مش بتحبيني؟ فيبتدي يحسسها بالذنب. مع كتر الالحاح طبعا الضحيه بتدخل العلاقه ويعيشها برضو حلاوه البدايات، ويعيشها فتره جميله جدا من المشاعر والحاجات دي كلها، بس بعد كده برضو بتكتشف الاذيه. دول 4 استراتيجيات مهمين جدا اي شخص مؤذي بيدخل في الموضوع. ازاي اتجنب ان انا اكون صيده سهله للشخص المؤذي؟ عشان اتجنب ان اكون صيده سهله للشخص المؤذي لازم الاول افهم نفسي، واعرف احتياجاتي من العلاقه، واعرف انا عايز ايه من العلاقه، واعرف انا ايه الصفات او المواصفات بتاعه الشخص اللي تناسبني. دي اول حاجه. تاني حاجه ومن الحاجات المهمه جدا ان انا ادخل العلاقه بعقلي مش بمشاعري. ما انساقش ورا الطريقه اللي الشخص ده عايز يدخلني بيها العلاقه. دي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي تخليني ما ادخلش في علاقه مؤذيه. لان المؤذي مش بيعرف يمثل كتير، فهيتكشف. بس عشان يتكشف وعشان تشوف انت ده، محتاج ان انت ما تتعلقش في الاول. وعشان ما تتعلقش في الاول محتاج ان انت تشغل مخك، تكون مفتح، لان الانبهار بيعمي. ففكره ان انا اكون معمي مش هشوف اي حاجه، وهتعلق وهغرز وحالتي هتبقى سيئه جدا. لكن فكره ان انا في اول العلاقه، اي علاقه ادخلها في اول العلاقه لازم ما ادخلش بمشاعري. هي المشاعر اللي تكون عندي بس مشاعر الاعجاب، ان انا اكون متقبل الشخص ده وهو عاجبني بس. لكن ما يبقاش فيه اي مشاعر حب، لان اي مشاعر حب
في اول العلاقه بتعمي وبتوديني في داهيه وبتخليني ادخل العلاقه المؤذيه. لو انا دخلت علاقه مؤذيه قبل كده، محتاج اشوف السايكل اللي انا دخلت فيها دي دخلتها ازاي، وابتدي اتجنب اللي انا عملته. يعني ابتدي اشوف انا دخلتي في العلاقه المؤذيه دي كانت عامله ازاي، لان اكيد كان فيها استراتيجيه من الاربع استراتيجيات اللي احنا لسه قايلينهم، واتجنب ده. ساعتها مش هبقى عرضه للشخص المؤذي. محتاج طبعا حاجه ثالثه، ان انا اقدر ذاتي واعرف قيمه نفسي كويس جدا عشان اعرف انا عايز ايه. محتاج ان انا اكون واثق من نفسي اكتر، ومحتاج ان انا اكون متزن نفسيا، لان الشخص المؤذي زي ما قلنا ليه صيده. ففكره ان الشخص المؤذي ليه صيده دي يعني بيصطاد الناس، او اكتر ناس ممكن يكون بيصطادهم الناس اللي ما عندهاش تقدير لذاتها او مش عارفه قيمه نفسها كويس.